السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم وسيم منار. ما لاحظت واحد الحاجة، بأنه الفم ديالي ما كيتحركش. ما نطولش انني نبقى نصنع الفيديوهات، حيت غالبا الفيديوهات كتستغرق بزاف ديال الوقت وعندي امتحانات. وغير ما نطول عليكم بالفيديو، يلا نبداو. الفيديو اليوم غيكون عن اكثر الحاجات كتعصب وكتنرفز. اول حاجه كتعصب هي فاش كنكتب وديك البنت كتكتب في السبوره وكتغطي ديك البلاصه اللي مازال ما كتبت فيها، هذه كتعصب لواحد الدرجه كبيره. ثاني حاجه، هذه اكثر حاجه كتعصب بالنسبه لي انا، فاش بغيت نحمل شي لعبه معينه بحال لعبه ماينكرافت على سبيل المثال، كنشغلها ما كتشتغلش. هذه اكثر حاجه كتعصبني في الحياه. ثالث حاجه كتعصب، هذه كتعصب معظم الطلاب في المدرسه، خصوصا هذوك اللي عندهم معدل لا باس به او متوسط. فاش كنبغي نرفع صبعي فاش كنعرف شي سؤال معين وما كيجاوبنيش الاستاذ، ما كيعيطش عليا. اما فاش ما كنعرفش شي سؤال وما كنرفعش صبعي، كيعيط عليا الاستاذ ديريكت. علاش يا استاذ؟ علاش ما جاوبتينيش؟ علاش؟ رابع حاجه كيعصبني وكيفقصني وكيفرق عليا حرفيا قلبي، هو فاش شي واحد كيقول لي وسيمه اسكت. طبعا كان هذا هو الفيديو. الى عجبك فلا تنسى الاشتراك والضغط على اللايك، واكتب لنا في الكومنتيرات الى بيتو الجزء الثاني. طبعا هذا الى بيتو. وطبعا شكرا لكم على 30,000 مشترك، والله صراحه شكرا لكم على هذا الدعم الخرافي اللي درتوه. كان معكم وسيم منار. السلام عليكم.